كنت واقف مستني الراجل بتاع السلكات يرن عليا، لقيته بيرن. واخيرا رحت فتحت عليه. قال لي يلا يا عم انا مستنيك من بدري. قلت له يا عم ده الوقت اتاخر، اجيلك دلوقتي؟ قال لي اه تعالى. قلت له مسافه السكه وهاجي وراه. قمت قلت اركب رجلي واروح له بقى قبل ما يقفل ويلا بينا. هوب رجعنا تاني وجبت المصطبة اخيرا اللي هنحط فيها الزغاليل واللي هندشر فيها وهنظبط فيها الكلام كله. الله 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 عليك الله. بص بقى انا جبت بعد كده، لقيت عنده عينين عجبوني قوي بصراحة. قلت ايه يا واد يا يوسف هاتهم، هينفعوك انت كده كده مش هتجيب حمام تاني، بس ها يعني عشان برضو يبقى عندك احتياط بدل ما الحمام يبات في الارض. وجبت العينين دول. وبقى ايه بصراحة كانت الدنيا جميلة وعجبني واسعارهم حلوة. بس يلا بقى بينا نكركب ام البلكونة اللي متكركبة دي اصلا ونشوف هنعمل ايه. هنبتدي بقى نشيل الكلام ده كله ونشيل الزرع ونشوف بقى هنرص ازاي وهنعمل ايه وكويك وكويك. وطبعا انا اتبهدلت في اليوم ده. ومن الاخر يا جدعان انا صرفت اخر فلوس في جيبي. فما تبخلش عليا بلايك والنبي يا عم. وبعد كده بقى يا جدعان رحت عملت ايه؟ قلت طب اخلي السلكات فوق ولا اخلي السلكات تحت؟ طب احط العيون فوق ولا احط العيون تحت؟ وفي الاخر انا بصراحة كنت متلخبط ومش عارف. بس ادينا مع بعض وهنشوف هنعمل ايه. بعد ما شلت الحاجات كلها، قصدي يعني بعد ما اتمرمطت ورجلي اتعورت وايدي اتعورت، قلت بقى ايه هنعمل حاجة بسيطة اللي هي ايه. احنا نخلي المصطبة فوق السلاكة وبعد كده نحط العيون فوق المصطبة. وجبت البلاستيك المقوى دوت احطه ايه على السلاكه كده عشان الزبل والكلام ده كله. مفيش حاجه ايه تقع على الحمام ولا تبهدل السلاكه ولا يبهدل الحمام. معرفش اقصه طبعا فطلعت بره. رحت اقصه بالظبط علشان بالمتر كده ناخد المقاس ونطلع نقصه ونرجع تاني. وبعد طبعا ما اتعورت في ايدي تاني بره وانا بقص البلاستيك، جبته بقى عشان ايه احطه فوق السلاكه كده. وقلنا بقى ايه نشيل قفص العصافير دوت عشان ده اللي هيعمل لنا ازمه في الموضوع كله. بس قلت بقى ايه نحط المصطبة الاول ونشوف الدنيا هتظبط ولا مش هتظبط. ظبطت تمام. بس كان في مشكلة واحدة بسيطة جدا جدا جدا. حد يقول لي ايه هي؟ حد يقول لي ايه هي؟ التوم. كان لازم نشيل التوم يا جدعان. بس انا حسيت ان الموضوع كده مش اجمد حاجة. وان ممكن السلاكة ما استحملش. انا حسيت ان الدنيا بترقص. فانا قلت ايه نشوف الاول ونجرب، مش هنخسر حاجه. مش انا قلت لكم يا جدعان التوم هيعمل ازمه. لازم طبعا ايه نشيل التوم لحد ما نشوف الدنيا تحصل فيها ايه. بس الشكل العام كده مش هيبقى حلو. بس طلعت بقى على السور، شلت التوم. قلت اما احطه في اي حته كده مؤقتا لحد ما نشوف هنعمل ايه. بس وانا برص السلكات مش عارف، حاسس ان الدنيا مش مظبوطه. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم الدنيا حاسس اللي هي ايه بتميل يمين وشمال كده ومش ثابته. فمش عارف بقى ايه رايكم. بس قلت لا احنا لازم نظبط الظبطه احسن من كده عشان مش هنرجع نرسهم تاني. شلت طبعا الكلام ده كله تاني. وطبعا بعد ما رصينا وتعبنا وتعورنا نزلنا كل اللي احنا عملناه ده تاني علشان الموضوع ما كانش ثابت وما كانش عاجبني بصراحة. فحبيت بقى اشيل لنا الكلام ده كله. وطلعت بقى العيون وبعد كده المصطبة وبعد كده بقى ايه شلت كل حاجة من على السلاكة السلك. وبعد كده بقى رحت عملت ايه بقى. قلت ارص الخشب على المفصلين اللي هما جنب السلكات واعملها زي ما كانت في الاول. جبت الخشب وابتدي ارص فيه بقى واحده واحده كده. وقلت بقى ايه هي دي هتبقى كده تمام نحط عليها السلاكه. غير كده هتبقى مظبوطه. ابتدينا بقى نحط الزغاليل في المصطبه علشان السلاكه هتبقى تقيله طبعا. بس بقى بعد ما فضينا بقى الزغاليل في المصطبه قلنا نرفع في ايه السلاكه. وبعد ما رفعت السلاكه قعدت افكر كده ايه تمام ولا مش تمام، تمام ولا مش تمام. قلت يا نهار اسود ده انا المفروض احط المصطبة تحت اصلا. احط المصطبة تحت السلاكة. قعدت افكر اعملها ازاي دي، اعملها ازاي، طب ازاي ارفع السلاكة فوق وازاي احط المصطبة من تحت. شمال يمين شمال يمين مش عارف. رحت طلعت قلت لاخويا ايه بقى، تعالى بقى امرنا لله
ساعدني، انا هرفع لك السلاكه وانت حط المصطبه من تحت. قال لي خلاص ماشي. اخويا فعلا جاب، رفعت له، حطينا الحاجه، كان في حاجه غلط هنا حطها بالعكس. بعد كده احنا عدلناها تاني وانا اتعورت في رجلي. وبس كده الشكل النهائي، حطينا المصطبه من تحت وحطينا السلاكه من فوق. اوعى، اخيرا اخيرا الدنيا اتظبطت. هنجيب بقى الايه، هنظبط بس الاول الكلام ده كله. المهم بقى قعدنا نروق بقى تحت البتاع كده ونظبط دي، وحطيت دي عشان الحمام يقف عليها، وروقت تحت كده وظبطت الدنيا وميت فل وعشرة، وحطيت برضو بلاستيك. رحت قلت بقى ايه، اطلع اجيب العيون. رحت طلعت يا باشا جبت العينين بقى وحطيتهم بقى فين، حطيتهم من تحت خالص. كده الدنيا هتبقى ايه زي ما قال الكتاب، والدنيا مرصوصة. وكده بقت فعلا غية. هي غية على قد يعني، بس غية، غية بلكونة. احنا على قدينا يا جدعان والله. بس يلا الحمد لله. انت لسه قاعد لحد هنا ولسه بتتفرج، ما تنساش تعمل لايك بقى وكومنت حلو منك. لو مش مشترك اشترك معانا في القناة، عايزين نوصل 1000 متابع. طبعا ايه، هي خنقتني هنا شوية بس ايه، مش عارف كان ايه اللي حيشها، بس في الاخر اتظبطت. بس وده يا جدعان كان الشكل النهائي بتاع العيون والمصطبة. ايه رأيكم، تمام ولا مش تمام؟ بكرة بقى هنبتدي نشيل الزغاليل وندشرها في السلاكة الحديد ونحطها على البلكونة، علشان أسبوع بالظبط ونفتح للزغاليل ونفتح الستارة وننش براحتنا وننشف البلكونة. السلام عليكم.